يعني ايه شغف؟ الشغف ببساطة انه يبقى عندك حماس شديد تجاه شخص او حاجة معينة. في حد ممكن يلاقي شغفه في الرسم، في اللي ممكن يلاقي شغفه في انه يلعب مثلا رياضة. بالنسبة لي انا كأحمد عندي شغف في حاجات كتيرة جدا، لكن مؤخرا بقى في شغف كبير جدا تجاه التصوير، وشغفي تجاه التصوير ده بدأ يعلى واحدة واحدة لحد ما تقريبا علّى على شغفي تجاه الحاجات التانية. ومهما حاولت اعبر لكم واوصف لكم قد ايه انا بحب التصوير، وقد ايه التصوير بالنسبة لي حاجة كبيرة، وقد ايه هو غير في منظوري ونظرتي لكل حاجة حواليا، هتحسوا ان انا ببالغ، بس الحقيقة انا يعني بقول اللي جوايا بجد. بس خليني ابدأ معاكم من الاول واحكي لكم ازاي بدأت احب التصوير، وازاي بقى عندي شغف كبير جدا تجاه التصوير، وازاي بدأ يعلى واحدة واحدة ويغطي على شغفي تجاه الحاجات التانية. هو اولا الموضوع بدا معايا من وانا صغير جدا. والدتي كانت بتحب تعمل لنا ذكريات، كانت عاده تاخدنا الاستوديو نتصور، وبعد كده الصور دي كانت بتطلع في شكل كروت، والكروت دي كل فتره بنبدا نبص لها ونرجع لها تاني ونستذكر ايام ما تصورنا الصور دي. وحتى يعني لحد دلوقتي بنرجع للصور دي، في صور قديمه جدا من ايام ما كنا اطفال صغيرين بنرجع لها ونبدا نستذكر ايام زمان. ففكره الصور او توثيق اللحظات بشكل عام كانت بادئه معايا من وانا صغير، وحتى الموضوع استمر معايا لحد ما كبرت، وبدات ان انا مثلا كل عيد اروح الاستوديو اتصور واطلع الصور دي في شكل البوم او كارت واحتفظ بيها. لكن طبعا ده مؤخرا اختفى، وده في ظل ان احنا طبعا بقى معانا موبايلات بتصور بكواليتي كويسه جدا، وكمان انا اشتريت كاميرا، فيعني بقى معايا موبايل بيصور كويس ومعايا كاميرا. بعد كده في مرحلة تانية واللي نقدر نقول عليها ان انا بدأت اصور بنفسي، رغم ان الصور يعني ما كانتش حلوة، او هي يعني جماعة انا كنت بغفل صحابي. حرفيا التغفيلات بالنسبه لي وصلت لمرحله اللي هي ادمان، ان انا يعني اي لحظه كان في امكاني ان انا اصور فيها واغفل كنت بعمل ده، لدرجه ان انا كنت عامل فايل كامل لاصحابي كله تغفيلات وبس. والموضوع ده كان يعني لما كنت في مرحله ثانوي، واصحابي اللي في ثانوي هم اكتر ناس عارفين الكلام ده. والمرحله دي الويرد الصراحه هي اللي خلتني ابدا اتعود ان اصور على طول، رغم ان انا يعني ما كنتش بصور حاجه عدله، بس المهم يعني ان احنا بقينا بنصور. نيجي بعد كده للمرحله الفارقه والمهمه جدا. لما دخلت الكليه اشتريت موبايل جديد اسمه ريلمي 5 برو، وهو لسه معايا الموبايل ده لحد دلوقتي. المهم ان الموبايل ده كانت امكانياته كويسه جدا في الفتره دي، وخصوصا الكاميرا بتاعته كانت كويسه جدا. ورغم ده يعني كان ستيل برضو انا ما جاش في بالي ان انا ممكن اصور، او ان انا ممكن اصلا اجرب اصور. لكن اللي شجعني الصراحه ان كان في جروب مواهب لطلبه الطب، وهو اسمه كرياتيفيتي اوف ميد زون، وكان في بعض زمايلي على الجروب ده بيشاركوا صور جميله جدا هم قدروا يصوروها بالموبايل. فاتشجعت وقلت ليه ما اجربش، وخصوصا ان انا يعني انبهرت من ان هم قدروا يطلعوا صور جميله جدا بالموبايل، فقلت يعني هحاول. فالمهم اعمل ايه، طلعت في البرندة بتاعت البيت وبصيت على الزرع اللي بره، وقمت مصور الصوره دي. والصوره دي طبعا يعني عزيزه جدا عليا، لانها يعني اول محاوله ليا في التصوير، رغم انها طبعا على قدها. المهم يعني لقيت تشجيع كبير جدا من زمايلي في الجروب، وحمسوني ان انا استمر وان انا يعني اكمل. وبالفعل حبيت الموضوع، كملت انضميت لجروبس على الفيسبوك لها علاقه بالتصوير، وبدات اتابع مصورين واعمل تغذيه بصريه واتعلم واحده واحده، ولحد ما قررت اعمل جروب للتصوير بالموبايل اسمه موبايل فوتوفيليا. والموبايل ده يعني بقى له حوالي 3 سنين، وفي حاليا حوالي 3500 عضو على ما اتذكر. المهم ان الجروب ده كانت فكرته ان احنا نبدا نتعلم تصوير مع بعض، كل اللي فيه كانوا مبتدئين، فبدانا احنا يعني نحاول نتعلم سوا. والحمد لله يعني الجروب استمر لفتره كبيره جدا، يعني برغم ان انا اهملت فيه الفتره الاخيره، وده طبعا غصب عني. المهم فضلت 3 سنين بصور بالموبايل، والصراحه الموبايل علمني كتير جدا واتطورت مع الوقت. لكن برضو كنت دايما محتاج حاجه تحسسني ان انا يعني مصور بجد، محتاج امسك كاميرا واكليك واصور واسمع صوت الشتر بتاع الكاميرا. فكنت محتاج حاجه زي دي. بخلاف ده طبعا كنت محتاج تفاصيل. يعني على سبيل المثال انا واحد من الناس مع الوقت بدات بعناية اشوف تفاصيل كتيره جدا حواليا، لكن الموبايل مهما كان فهو ليه ليميتس معينه هو مش هيقدر يتخطاها. فكنت محتاج حاجه بقى ايه، حاجه تقدر تشوف او توثق التفاصيل اللي عينيا شايفاها. فكنت بحلم ان انا امسك كاميرا، وطبعا الكاميرات غاليه، فاحتجت ان انا احوش، وفضلت طول السنتين ونص او 3 سنين اللي فاتوا بحوش. وبجنب التحويش كنت بملى الفراغ اللي جوايا بان انا مثلا اتفرج على يوتيوبرز هم بيعملوا مثلا انبوكسنج للكاميرا اللي انا كنت عايزها، وبقعد بقى مع نفسي اسرح واتخيل اليوم ان الكاميرا تجيلي فيه بالكرتونه بتاعتها واعمل لها انبوكسنج بنفسي. فكانت حالتي ما يؤس منها الصراحه، لحد ما اخيرا الحمد لله اليوم ده جه، وجت الكاميرا وعملنا لها انبوكسنج وفرحنا بيها وتصورنا وصورنا. وخلاص بقى بدات احس مع الوقت ان بقى
في زي صداقه كده وعلاقه وطيده ما بيني وما بين الكاميرا، بقيت افتقدها لما مثلا ابعد عنها يومين 3. كل مره بمسك فيها الكاميرا بحس باحساس مختلف، بحس ان انا بمسكها لاول مره وبجربها لاول مره. مش عارف انتوا هيوصل لكم الاحساس اللي جوايا ده ولا لا. فببساطه التصوير من اكتر الحاجات اللي انا بقيت شغوف بيها، ولو انت عندك موهبه او حاجه بتحب تعملها نميها، كمل وطور من نفسك مع الوقت. الحاجات اللي زي دي اللي احنا بنبقوا شغوفين بيها هي اللي بتدينا ثقه بنفسنا، وهي اللي بتخلينا نكمل رغم مثلا ضغوطات الحياه، ضغوطات دراسه، ايا يكن. الحاجات دي بتهون علينا كتير قوي. غير كده حاجه زي دي بتديك الفرصه انك تملى وقتك بحاجه نافعه، وده طبعا هيمنعك انك تملى وقتك في حاجه مش نافعه. بديهي جدا. بس كده اعزائي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. انا عارف ان معظم اللي بيتفرج عليا هنا مش مصور او مش هو حابب للتصوير، لكن على الاقل اتمنى ان يكون في حد استفاد حاجه او يكون الفيديو اثر فيه بشكل ما. ولو كان في حد محب للتصوير فاكيد هو هيحس باللي انا حاسس بيه. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتس، ولو حد عنده اقتراح لموضوع ممكن نتكلم عنه يا ريت ما يبخلش علينا بيه. وسلام.